السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا خلصنا الدرس الخامس اللي هو طبعا القلب بكل تفاصيله. المفروض ان احنا هنتكلم النهارده بقى باذن الله عن الدرس السادس اللي هو الدورات الدمويه. ايه ده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله ازي وبركاته. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. مستر احمد عبد الغني صح؟ مصطفى احمد عبد الغني. انا والله يا مستر ما فهمتش حاجه من الشرح في الحصه ما فيش. انا عايزك بقى تظبط لي الدنيا شويه. شرح ايه يا عم؟ ما احنا جايين هنا نعمل ايه؟ ما احنا جايين عشان هم نصور. هم دلوني عليك دلوك ايه؟ ما احنا بنصور هنا. ايه يا جدعان في ايه؟ يعني انت يا امن ثانيه واحده طيب يا عمي. اسمعني طيب. هو دي كاميرا؟ الكاميرا. اتفضل يعني يا سيدي. انت نزلت معانا في الحصه. يوتيوب كده؟ هتنزل معانا. طب عايزين نشتغل. طب ايه الدنيا طيب؟ يا عم أعمل الحاج إيه؟ احنا هنا بنصور مش في الحصه. طب اعمل ايه؟ ادخل يا باشا على اليوتيوب، اكتب ماشي. مستر احمد عبد الغني ايوه وهيظهر لك البيج. اعمل اشتراك، ما تخليكش زي الهبل اللي ما عملوش اشتراك دول، ما انت ماشي. زيك زيهم اهو. ايوه انا اعمل الاشتراك يا باشا وهينزل لك الحصه يوم الجمعه باذن الله. بجد؟ يلا بقى عشان عايزين نشتغل. عايزين نشتغل يا مصطفى. يلا يا باشا. يلا مع الف سلامه. يلا بقى، يلا يا راجل. جامد. خليك معايا يا عم هنا، خليك معايا. كنا بنقول ايه قبل ما مصطفى يخش ويقطع علينا الحصه؟ يا ابني وقف ضحك، يا ابني وقف ضحك يا حبيبي، وقف ضحك، وقف الفيديو، افصل ضحك، امسح دموعك بتاعت الضحك دي وركز معايا. طبعا احنا قلنا ان احنا اتكلمنا عن الدرس الخامس خلاص وخلصنا القلب. لو انت مش مذاكر الدرس الخامس كويس، لو سمحت وقف الفيديو، روح كمل مراجعتك كويس بما يرضي الله ويرجع، علشان تحس ان الجزء اللي هنتكلم عنه النهارده هتلاقيه سهل جدا جدا فوق ما تتخيل. طيب هو الدرس السادس ايه الحوار بتاعه؟ الدرس السادس ده المفروض ان احنا بنتكلم عن الدورات الدمويه. يعني اول دوره اسمها الدوره الدمويه الصغرى، او بنقول عليها الدوره الرئويه. طب سموها ليه صغرى؟ لانها ما بين القلب والرئتين جنب بعض، فالمسافه صغيره فسموها دوره دمويه صغرى. طب تاني دوره اسمها الدوره الدمويه الكبرى، اللي يسموها كبرى ليه يا استاذ؟ لانها ما بين القلب وكل اجزاء جسمك فسموها دوره دمويه كبرى. طب تالت نوع بنسميها دوره كبديه بابيه. كبديه بابيه ديت ما بين ايه؟ ما بين الامعاء الدقيقه وما بين الكبد. بتحصل قصه بسيطه كده مشابهه للكلام اللي احنا حكيناه في الطريق الدموي يعني، بس هناخد تفاصيلها باذن الله الحصه اللي جايه. واخر حاجه خالص في الدرس هنتكلم عن الجهاز الليمفاوي. ده محتويات الدرس السادس فقط، الاربع حاجات دول: الدوره الرئويه، الدوره الدمويه الكبرى، الدوره البابيه الكبديه، الجهاز الليمفاوي. نتكلم النهارده باذن الله عن اول حاجتين اللي هي الدوره الرئويه والدوره الدمويه الكبرى. ايه القصه يا عم؟ واحده واحده، ركز بقى كده معايا. يبقى احنا هنتكلم عن الدوره الدمويه الصغرى، او اللي هي بنقول عليها الرئويه. ايه القصه هنا؟ بص يا سيدي، احنا دلوقتي لو فرضنا ان انا هنا معايا القلب، مش هقعد ارسم تفاصيل كامله يعني، احنا معانا فوق هنا ده كده المفروض الاذين. بص يلا على يمينك اهو، يبقى ده كده الاذين الايسر. طب ده على شمالك يبقى الاذين الايمن، واللي تحت طبعا البطيلين. طيب الدوره الرئويه دي هتبدا منين؟ ايه قصتها اصلا؟ قصتها ان القلب معاه ثاني اكسيد كربون وبخار ميه، عايز يبعتهم للرئتين، فاحنا نخرجهم في هواء الزفير ونحط مكانهم غاز الاكسجين، ونقوم مرجعين للقلب نقول له اتفضل نضفنا لك الزباله اللي انت امرتنا ان احنا ننضفها، الدم نضيف اهو يا عم. ده الهدف يا جماعه من الدوره الرئويه. فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الدم الغير مؤكسج، يعني اللي فيه ثاني اكسيد كربون، موجود في انه جانب؟ في الجانب الايمن. افتكروا دايما ان اكسجين س في الجانب الايسر، يبقى الجانب الايسر كله فيه اكسجين سواء كان الاذين الايسر او البطين الايسر. اما الجانب الايمن ده فيه ثاني اكسيد كربون سواء كان الاذين الايمن او البطين الايمن. حلو. فاحنا دلوقتي هنبدا من انه بطين؟ هنبدا تحديدا من البطين الايمن. فين البطين الايمن؟ قول لي كده قبل ما اشاور. مظبوط زي ما انت قلت كده، البطين الايمن اهو. ده كده البطين الايمن. هيطلع منه الدم، هيطلع يروح فين؟ يقوم طالع من البطين الايمن رايح لشريان اسمه الشريان الرئوي. الشريان الرئوي ده يروح فين؟ يقوم متفرع للرئتين.
فرع للرئه دي وفرع للرئه دي. يروح للرئه يعمل ايه؟ يقوم متفرع جوه الرئه دي، ادي الرئه وده الرئه الثانيه. يقوم داخل جوه الرئه متفرع لافرع اصغر فاصغر، تنتهي بايه تحديدا؟ بالحويصلات الهوائيه اهي، وبيكون حوالينا شعيرات دمويه بالشكل ده. يعني مثلا دي الحويصله الهوائيه اهو، تلاقي ان الشعيرات الدمويه موجوده حوالينها كده. راحه تسلم لها الزباله، تقول لها اتفضلي، ثاني اكسيد كربون، بخار الميه، مع السلامه. فده اللي يحصل، تقوم راحه مديالها تديلها كده، خدي ثاني اكسيد كربون زائد بخار الميه. ده كده عن طريق مين؟ ركز كده، مش احنا جايبين هنا الشريان الرئوي؟ فالافرع اللي داخله ده ايه؟ اسمها تفرعات شريانيه. تفرعات شريانيه بتاعه الشريان الرئوي، ففيها ثاني اكسيد كربون، تقوم مديها للحويصله الهوائيه غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه، عشان احنا نقوم مطلعينهم في هواء الزفير. خلص طلع، ونقوم احنا واخدين في هواء الشهيق غاز الاكسجين. فلما طبعا احنا بنمتص الهواء الجوي وجسمك بياخد منه غاز الاكسجين اللي هو محتاجه، فدلوقتي غاز الاكسجين هيقوم رايح للرئتين عن طريق مين تحديدا؟ التفرعات الوريديه. التفرعات الوريديه ايه؟ تقوم واخده الاكسجين راجعه بيه، ترجع بيه فين تحديدا؟ هنا اهو في المكان ده اللي هو اسمه الاذين الايسر. يبقى تاني كده واحده واحده بقى، ايه اللي بيحصل؟ احنا دلوقتي بنتكلم بشكل عام عن الدوره الرئويه، او بنسميها الدوره الدمويه الصغرى. ليه سميناها صغرى الاول؟ لانها ما بين القلب والرئتين اللي هم جنب منه، فمسافه صغيره، فسميناها الدوره الدمويه الصغرى. طيب ايه اللي بيحصل من تفاصيل واحده واحده؟ بتبدا القصه من عند البطين الايمن. يعمل ايه البطين الايمن؟ ينقبض. فلما ينقبض لازم الصمام ايه؟ يقفل. ها مظبوط، لازم الصمام الايمن ثلاثي الشرفات يقفل عشان الدم ما يرجعش يطلع تاني لفوق، فلازم الصمام ده كده يقفل. طيب يندفع الدم فين؟ البطين الايمن بيزق الدم جوه الشريان الرئوي، فلما يزق الدم جوه الشريان الرئوي ده، الصمامات الهلاليه اللي موجوده جوه بتفتح عشان الدم يعدي. طب وبعدين الشريان الرئوي يتفرع لفرعين، فرع الكل رئه، ثم يتفرع لافرع اصغر فاصغر، تنتهي بالشعيرات الدمويه حول الحويصلات الايه؟ الهوائيه، فيحصل تبادل للغازات. التفرعات الشريانيه دي تقوم سايبه ثاني اكسيد كربون وبخار ماء، وبعدين ناخد من الرئتين غاز الاكسجين، بس يرجع عن طريق الاورده الرئويه الاربعه، اللي هم 2 من الرئه دي كده و2 من الرئه الثانيه، يصبوا فين تحديدا؟ هنا في الاذين الايسر. يبقى انت كده خلاص نظفت الدم من ثاني اكسيد كربون وبخار الميه ورجعته للقلب بعد ما بقى فيه غاز الاكسجين. دي كده بنسميها الدورة الرئوية أو الدورة الدموية الصغرى. راجع معايا للمرة الأخيرة قبل ما نخش في الدورة اللي عليها الدور. كلام سهل جدا، قول معايا بقى، هتبدأ من إيه؟ من البطين الأيمن. هيحصل له إيه؟ ينقبض. فمين اللي يقفل؟ الصمام الأيمن ثلاثي الشرفات. ومين اللي يفتح؟ الصمام الهلالي بتاع الشريان الرئوي، عشان الدم يخش جوه الشريان الإيه؟ الرئوي، وبعدين يتفرع إلى فرعين، فرع الكل رئه. طب اول ما يخش جوه الرئه يتفرع لافرع اصغر فاصغر، تنتهي بالشعيرات الدمويه حول الحويصلات الهوائيه، فيحصل عمليه تبادل للغازات، فنسيب غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء، وناخد من الرئه غاز الاكسجين، ترجع عن طريق الاورده الرئويه الاربعه، واردين من كل رئه، تصب في انه اذين الايسر. طب الاذين الايسر جاله الدم يعمل ايه؟ فكر معايا كده، صح زي ما انت قلت، الاذين الايسر ينقبض فيزق الدم تحت منه للبطين الايسر، ويبقى كده الدوره الدمويه الصغرى خلصت. كده احنا وصلنا الدم بقى موجود هنا في الاذين الايسر، وزق الدم ونزل هنا للبطين الايسر. يقوم البطين الايسر
دلوقتي احنا دخلنا على الدورة الدموية الكبرى او اللي بنسميها الجهازية. يقوم البطين الايسر يزق الدم فيقوم داخل هنا عن طريق الشريان الاورطة، فالشريان الاورطة يتفرع لافرع كتير. الافرع الكتير دي في منها للجزء العلوي من جسمك وفي منها للجزء السفلي من الجسم. يروح للجسم يعمل ايه؟ يقوم رايح لخلايا جسمك يقول لها اتفضلي الغذاء والاكسجين، وقبل ما يمشي تقوم خلايا جسمك محتاجه تسيب ثاني اكسيد كربون وبخار الميه والمواد اللي مش نظيفه اللي هي مش محتاجاها اللي هي الفضلات عموما نواتج عمليه الايض يعني. فيقوموا راجعين عن طريق الشرايين يلا؟ لا طبعا، بيرجعوا عن طريق التفرعات الوريديه، ثم الاورده اكبر فاكبر فاكبر لحد ما تصب فيه الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف السفلي، تحديدا في الاذين الايمن اللي هو يقوم منزل الدم للبطين الايمن، فتقوم بادئه الدوره الدمويه الصغرى تاني. ركز عيد معايا، تعال نجيب الدورتين كاملين. ركز بقى كده، تعرف تجيبهم كاملين ولا لا؟ تعال نبدا من عند الاذين الايسر. حلو، الاذين الايسر هيزق الدم كده لتحت للبطين الايسر، تمام؟ البطين الايسر كده انت دم مؤكسج ولا غير مؤكسج؟ ايسر سين مؤكسج سين، يبقى انت مؤكسج. حلو، البطين الايسر ده لما ينقبض مين اللي هيقفل؟ الصمام الايسر ثنائي الشرفات لمنع عوده الدم الاعلى مره اخرى. طب مين اللي هيفتح؟ الصمامات الهلاليه بتاعه الشريان الاورطه. يتفرع فين؟ افرع لاعلى ولاسفل. الافرع دي تروح للجسم تعمل ايه؟ تتفرع لشعيرات دمويه شريانيه. تدي للجسم ايه؟ غاز الاكسجين والغذاء. تاخد من الجسم ايه؟ فضلات وثاني اكسيد كربون وبخار ماء، المواد اللي الجسم مش عايزها. ترجع عن طريق ايه؟ التفرعات الورديه اللي تكبر تدي لك ايه؟ اورده. طب الاورده دي هتصب في ايه؟ الاجوف العلوي والاجوف السفلي يا استاذ. فين يالا تحديدا؟ في انه اذين؟ في الاذين الايمن. فالاذين الايمن يعمل ايه؟ ينقبض فيزق الدم في البطين الايمن. طب الدم دلوقتي في البطين الايمن، كمل بقى راجع معايا الدوره الدمويه الصغرى كمان. البطين الايمن يعمل ايه؟ ينقبض. فمين اللي يقفل؟ الصمام الايمن ثلاثي الشرفات. طب مين اللي يفتح؟ الصمام الهلالي للشريان الرئوي. يبقى الدم دلوقتي في الشريان الرئوي. يتفرع الى ايه؟ فرعين، فرع الكل رئه، وبعدين يتفرع جوه الرئه لافرع اصغر فاصغر تنتهي بالشعيرات الدمويه حول الحويصلات الهوائيه. يحصل تبادل للغازات، فنسيب ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء وناخد غاز الاكسجين. يرجع عن طريق الاورده الرئويه الاربعه، وردين من كل رئه، تصب في انه اذين؟ الاذين الايسر. لما الاذين الايسر ينقبض يزق الدم فين؟ للبطين الايسر، والبطين الايسر يزق الدم فين؟ في الشريان الاورطه. ودوخين يا لمونه بقى، تفضل القصه دي تحصل مدى حياتك. وقفت يبقى انت طبعا مع السلامه شخص ميت اكيد. يبقى ده يا جماعه اللي بيحصل في الدوره الدمويه الصغرى والدوره الدمويه الكبرى. دي مش هينفع تقعد تبصمج، بلاش البصمجه. اخواتنا البصمجه واخدين بالهم؟ ايوه اللي بتضحك انت واخد بالك. انت قصدي عليك. بصمجه مش هتنفع بصمجه، لازم تجيبها واحده واحده على مهلك. تعال نشوف فيديو صغير كده بيوضح الكلام ده. زي ما انا قلت، هتقعد تبصمجها يبقى انت مش هتذاكر حاجه، هتجيبها على مهلك. انا ما كتبتلكش حاجه، هو نفس الكلام. بص كده، تعال نشوف الفيديو اللي هيوضح لنا الكلام ده. بص يا سيدي، هو بادئ لي القصه هنا في الفيديو التوضيحي من عند، هو بيقول لك الدوره الدمويه، طبعا بيتكلم عن الدوره الدمويه الكبرى والدوره الدمويه الصغرى، تمام؟ بادئ لي من هنا اهو، من عند الاورده الرئويه. ابدا من اي مكان يعجبك بقى، ابدا من اي مكان يعجبك عادي. لو انا فاهم كويس اللي حصل هكمل الطريق كله ونفضل نعيد ونزيد فيه زي ما عدنا دلوقتي، تمام؟ فبص، هو بادئ لي من عند الاورده الرئويه الاربعه، جابت الدم من الرئتين دخلته للاذين. بص الاذين عمل ايه؟ نزل الدم للبطين، فالبطين يبدا ينقبض. فبص الصمام الاورطي بيفتح اهو، فنزق الدم جوه الصمام الاورطي. الصمام الاورطي يعمل ايه؟ يتفرع لشرايين لاعلى وشرايين لاسفل. تفضل تروح فين؟ لخلايا جسمك كلها عن طريق الشعيرات الدمويه.
تدي الخلايا جسمك الغذاء والاكسجين وتاخد منه ثاني اكسيد الكربون والفضلات. بس اللي بيرجع لك ثاني اكسيد الكربون والفضلات مش الشعيرات الدمويه الشريانيه بقى، الشعيرات الدمويه الوريديه اهي، ترجع عن طريق الاورده تصب فين تحديدا؟ تحديدا في الاذين الايمن عن طريق الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف السفلي، اهم يصبوا عن طريقهم فين تحديدا؟ في الاذين الايمن. الاذين الايمن يزق الدم وينزله فين؟ للبطين الايمن. البطين الايمن لما ينقبض تغلق الصمامات ثلاثيه الشرفات لمنع عوده الدم للاذين الايمن. وايه اللي هيفتح؟ الصمامات الهلاليه للشريان الرئوي. افتح يا عم، دخل الدم. ايه ده يا استاذ؟ طبعا انت تسيب كل حاجه وتسيب الفيلم اللي احنا قاعدين نفهمه وتقول لي ايه ده؟ هو الدم لونه رصاصي يا استاذ؟ فضائي ده ولا ايه؟ تفاهه طبعا منك، تفاهه يا تافه. ركز معايا هنا، هو ملونه لي كده كتوضيح بس يعرفني ان هو في فضلات، في ثاني اكسيد كربون. ما انا قلت لك كذا مره، قلت لك كذا مره هو مجرد توضيح باللون الازرق او الغامق. اما اللون بتاع دم الاورده احمر غامق، زي ما بتعمل كده عينات مثلا للتحاليل وكده بيبقى لون الدم احمر غامق. ماشي نكمل، فصلتنا انت في النص وخلاص. المهم راح للشريان الرئوي. بص الشريان الرئوي يعمل ايه بقى؟ يتفرع لفرعين، فرع للرئه دي وفرع للرئه دي، ويبدا يتفرع لافرع اصغر فاصغر. ده دم غير مؤكسج، يحصل تبادل الغذاء، يرجع المؤكسج عن طريق الاورده الرئويه، تصب الدم في انه اذين؟ في الاذين الايسر، والاذين الايسر ينزل تاني للبطين الايسر وتبدا تاني. ودوخين يا لمونه نفس ما بيحصل بالظبط. ده يا جماعه بالنسبه للقصه كامله اللي حصلت. لاخر مره راجع معايا. ده طبعا الولد السعودي اللي بتاع الكبسه، ابداع والله. المهم يعني بقول لك ابداع والله تبارك الرحمن. ينطبق الكلام ده عليا وعلى الناس اللي قاعده مركزه. الناس اللي قاعده سطلانه خالص، انت مش تبعنا يا باشا. شغل لك اغنيه سطلانه حالا، سطلانه والكلام ده، وعيش مع نفسك. اما انا والناس اللي مركزه معايا وفاهمه اللي احنا بنقوله ده تبارك الرحمن طبعا. تسلم يا سيدي. المهم بص يا عم، لاخر مره بقى، لاخر مره اهدى، نفس عميق. ايوه كمان واحد. ايوه تعالى لي بقى. ايوه انت تعالى يا عم، تعالى. دوره رئويه هتبدا منين؟ البطين الايمن. البطين الايمن ينقبض، فمين اللي يقفل؟ الصمام الايمن. ما تجرينيش على اتنين، انا اللي مهدي نفسي عشان نراجع على مهل. ما تجرينيش الله يسترك، ما انا لو عايز اقول بسرعه هقول. يبقى البطين الايمن انقبض. مين اللي يقفل؟ فكر. الصمام الايمن ثلاثي الشرفات لمنع عوده الدم للاذين مره اخرى. طب مين اللي هيفتح؟ الصمام الهلالي للشريان الرئوي عشان يستقبل الدم. يبقى الشريان الرئوي يتفرع لفرعين، فرع الكل رئه. طب وبعدين يروح للرئتين، يحصل عمليه تبادل للغازات، فنسيب غاز ثاني اكسيد كربون وبخار الميه وناخد غاز الاكسجين، يرجع عن طريق الاورده الرئويه يصب في الاذين الايسر، اللي هو يقوم منزل الدم للبطين الايسر. فلما ينزل الدم للبطين الايسر تبدا الدوره الجهازيه، البطين الايسر ينقبض. فلما ينقبض يغلق الصمام ثنائي الشرفات اللي فوق. فلما يغلق الصمام ثنائي الشرفات يفتح الصمام الهلالي للشريان الاورطه عشان يستقبل الدم اللي جاي له. فلما يفتح يتفرع لافرع لاعلى وافرع لاسفل، يوصل لخلايا جسمك ايه؟ يروح لجميع اجزاء الجسم، يوصل لها اكسجين وغذاء، وياخد منها ايه؟ فضلات وثاني اكسيد الكربون، ترجع عن طريق ايه؟ الاورده جميعا اللي موجوده في الجسم، وتصب في القلب في الوريد الاجوف العلوي والسفلي. فين تحديدا؟ في الاذين الايمن. فالاذين الايمن يعمل ايه؟ يزق الدم لتحت لانه بطين، للبطين الايمن. فتبدا مين؟ الدوره الرئويه، وهكذا تفضل تحصل يا جماعه دي مدى حياتك. فالموضوع هيبقى سهل جدا جدا جدا، بس بشرط ان انت مشغل دماغك هنا، مش بشرط ان انت يعني عمال وقام كذا حيث والبطين الايسر يقوم بغلق. مش خناقه. استخدم ده هتلاقي الدنيا تمام. اشتغل بذكاء مش بمجهود. في حد ممكن يقعد تلت ساعه بس فاهم اللي انا قلته، الدنيا تمام، مركز معايا، الدنيا تمام. حد يقعد ساعتين وتلاقي نسى في النص، ده مش حفظ يا اخوانا، عشان بس نبقى متفقين. تمام؟ اشوفكم بقى على خير باذن الله في ايه يا ابني؟ بيجروا ورايا بره. مين اللي بيجري وراه؟ الشباب بره. مش هو انا مش قلت لك يا عم مصطفى عايزين نشتغل؟ انا دخلت عملت اشتراك. خلصنا، عملت اشتراك. مش هينزل دلوقتي. امال انت؟ لاقي لك الجمعه.
لسه الجمعه. ايوه لسه الجمعه، استنونا جمعة. باذن الله 3 وجمعه. معانا مصطفى طبعا الراجل المهندس اللي مسؤول هنا. احنا قلنا بس ايه نرفع عليكم كده. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد. سلام عليكم.